القديم في لي ناس اصحابنا يعني شايفين يا بدي راحت في النهاية بتوصل 18 متر الغمر تبعها. الحين المي هاي الموجودة ارتفاع فيها 5 متر تقريبا لتحت. فطبعا البركة هذه غرقوا فيها تقريبا بين 14 و 15 شخص راحوا فيها وتوفوا. فعشان هيك دائما البركة هاي تتفضى من المي، بضلش فيها مية بالمرة على اساس فيش منقذين، فيش حراس على الموقع. بالاضافة أن في البركة هاي كانوا يسحبوا المية للمضخات المطرات اللي شايفين من فوق. المضخات هذول في جواها موجود رمل. كانت المية تنزل بداخل الباب تطلع على مضخات المواقع. This is the biggest of the three pools, and at least 14 people have drowned. When it's full, قديش 20 by 20. ثم يطلع البلش تحت. Okay. Oh, and it leads to these pumps, these water pumps that have sand in them, and the water goes through the sand. كمل. طيب بالإضافة للمضخات اللي كانت تسحب المية من البراك على المواتير اللي هم مواتير الأطفال كانت المية وتنقيتها وتنظيفها. Okay, so there's a filtering system in the كانت في المرحلة الأخيرة المضخات من فوق كانت تضخ المية على مدينة القدس. Until recently, this used to pump water to Jerusalem. كان هون في المنطقة هاي في الخربة هاي. هي الخربة هاي تحت المدينة طبعا. وينه هي؟ المغارة. بنحكي عنها هيك المغارة لفوق فمشان نقدر نطلع من يعني عندها. جبار سكر يعني؟ جبار طبعا فيها وسجلوها. ليش طيب؟ تاريخ بلد كامل يعني طبعا. كيف بنقول جبار؟ يهود يعني يهود